السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوجد معكم الملوخية بدون اللحم. يعني الناس اللي مكي زعما ما متوفرش ليهم اللحم، يعني يحضروها غير الملوخية هكا، كتجي بالصوص كتجي غزاله. عندنا كمية تاع الملوخية، كنوريكم زعما كيفاش دايره. حنا كنقولوا لها الملوخيه، شي دول اخرين واش تيقولوا لها، واش فابيه ولا شي حاجه بحال هكا. المهم حنا كنقولوا لها الملوخيه. صافي كنحيدوا لها داك الرويس هكا وكنجروها واحد شويه من الفوق، وكنحيدوا لها داك الرويس اللي لتحت غير شي شويه، ماشي كتنجر هذوك دوك اللي خارجين لها، هذوك بحال عديمات هكاك، داك الشكل ديالها. كتنجر واحد شويه وكيتحيدوا لها داك الرويس الفوقاني والتحتاني. وواحد النصيحه نقول لكم الناس اللي كيديروا الملوخيه ما تلوحوش في الماء، حقاش ملي كتلوحها في الماء داك لي جيلاتي اللي فيها كامل كيمشي في داك الماء. يعني قشروه حطوه في واحد الشبيكه حتى تسالي وغسلوها هذيك الساعه، ويمكن لكم توجدوها باش كيبقاو فيها هذوك الفوائد اللي فيها. انا راه من عشاق الملوخيه، كنموت عليها شي حاجه، كنموت عليها عزيزه عليا بزاف. صافي من بعد ما قشرتها هكاك، صافي بالنسبه للمبتدئات وبالنسبه لماشي غير المبتدئات، الاغلبيه الناس ما كيعرفوش يطيبوا الملوخيه. صافي راه طريقتها راه ساهله، راه بحال كطيبوا البيض ومطيشه. كديروا انا بعد ما قشرتها هكا كنوريكم. صافي راه ما خويت عليه الماء الاول، كنخليه حتى كيطيب لي الصوص، عاد كنغسلها. صافي كنحكو هكا كميه ديال المطيشه. ممكن لكم ديروا مطيشه هكا ومركز طماطم، يعني انا درتهم بجوج. صافي كتحكوها مطيشه ديالكم هكا، وكديروا الثومه حتى هي كتحكوها. وصافي انا غنكمل الحكه نتاع مطيشه وانتم معايا تشوفوا المقادير اللي غندير فيها وكيفاش كتوجد ساهله بسرعه. يعني في اخر لحظه توجدوا هاد الملوخيه هذه كتجي رائعه. انا راه مطيب اللحم، دايره الطاجين تاع اللحم، ولكن هي درتها بوحديتها، مع طيبت كميه شويه بزيت، حطيت في سميتو وخليت الاخرى هكا حتى الغدا او بعدو. كتبقى ليا هكا انا عزيزه عليا في الوقت ديال الملوخيه كناكل الملوخيه. صافي عندي هذا نديروه في هذا الاناء الطيب يعني. وعندي الربيع، يعني الربيع انا اغلبيه كندير المعدنوس بزاف، ديما كنقولها في الفيديوهات ديالي، انا كنطيب بالمعدنوس بزاف. صافي درت هنا كميه وخليت شويه حتى التالي. وصافي في التوابل غادي نحتاجو فلفله حمراء والخرقوم والسكنجبير والبصار والملح. مشات ليا الملح. صافي كنديروا هاد الكميه هكا، وكنديروا كميه تاع الزيت. عينكم ميزانكم الزيت على حسب كل واحد وكيفاش كيفضل. كاين اللي كيبغي شويه دهني، كاين اللي ما كيبغيش دهني. انا ما كنحبش شي حاجه تكون دهنيه، يعني كميه تاع الزيت فاش غادي طيب ليا هاد الملوخيه. وصافي غادي نديرها فوق النار حتى كطيب ليا ديك الصوص، كطيب ليا ديك الصوص. وعاده ندير هذيك الملوخيه. يعني راه الملوخيه راه كطيب راه بلا ما لا حتى شي حاجه، غير في داك الصوص تاع مطيشه راها كطيب. صافي غسلتها هكا، صفيتها في ديك الشبيكه، وصافي راها نقول واجده. وصافي قلت لكم بحال كطيبوا البيض ومطيشه. صافي راه قلت لكم انا درت كميه كثيره. صافي غادي نقلبها هكا باش دوك العناصر كامله غادي تشربهم لينا هذيك الملوخيه. يعني راه هي دغيا الناس اللي عارفين الملوخيه كيفاش كدير دغيا كتوجد فرمشت عينك كتوجد 10 دقائق ما كتفوتش. والناس اللي كيبغيو يديروها مع اللحم وكيطيبوا في الطنجره الضغط، يعني حتى كطيب لكم ديك اللحيمه كتوقف تبقى غير ديك الزويته، عاد كتلوحوهم تسدوا عليها لا كوكوط لا والو، غير كتحطوا عليها ديك الغطايه وصافي راه كتكون واجده. راه الا سديتو عليها كتحل كتولي كلها حريره. صافي هنا غنخليها حتى كطيب. انا نقص عليها النار، ما مديره فيها لا مال حتى شي حاجه. واللي بغى يدير شويه ديال الماء
شي ربع كاس او هكا يديروا وخليها تكمل الطياب ديالها. وصافي دابا غادي تشوفوها في الطبق ديال التقديم، راه كتجي رائعه، كتجي غزاله. الناس اللي ما كيبغوش الملوخيه غيوليو يبغوا الملوخيه، زعما راه ساهله ماشي شي حاجه صعيبه. بالنسبه لواحد الاخت اللي كتفرج فيا دابا قالت لي انا ما كنعرفش طيب ملوخيه، هذا ليك هذا الفيديو. صافي راه ساهله رائعه، والاغلبيه الحقيقه البنيسات ما كيعرفوش يطيبوا الملوخيه صراحه تقال. صافي الملوخيه ديالنا هي وجدات، غادي ندوزو نوجدوها في الصحن ديال التقديم. صافي انا ديجا مديره، ولكن انا قدمت غير هكا في هذا الصحن، ماشي ما وريتكمش باللحم فين نحط، زعما انا درت اللحم، ولكن حتى هكا انا كنطيبها ما يكونش اللحم، كنطيبو كندير في واحد البواطه. وصلتوا لهنا ما تنساونيش من لي بارطاج واللايك، وبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم، الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم.